السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير شايفة إن المتاحف مكان ممل ومليان تماثيل بس. الجواب لأ، تعالى أوريك حاجة تانية خالص. النهاردة هنتكلم عن أغرب 10 متاحف في العالم، حاجات مش هتصدق إنها موجودة فعلا. بس في الأول ياريت تشرفنا وتعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس، هيبقى كرم كبير منك وهيسعدنا كتير. متحف العقول في لندن، وده بيقع داخل مستشفى بيثلم الملكي للأمراض النفسية في منطقة بيكنهام جنوب لندن. متحف غريب بيعرض كل حاجة تخص الجنون والعلاج النفسي زمان، من أدوات صدمات كهربائية لحد رسومات لمرضى نفسيين حقيقيين. متحف الموت في لوس أنجلوس، وده بيقع في هوليود بوليفارد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وافتتح سنة 1995. ده اللي يدخله لازم يكون قلبه جامد. في أدوات إعدام ورسائل من مجرمين مشهورين وصور حقيقية من مسارح جرائم. متحف البطاطس المقلية في بلجيكا، والله زي ما سمعت كده، وده بيقع في مدينة بروج شمال بلجيكا. متحف مخصوص للبطاطس المحمرة، بيحكي تاريخها من الزرع لحد المطاعم، وطبعا بتاكل منها في الآخر. متحف الأسنان في أمريكا، في أطقم أسنان غريبة وأعضاء بشرية حقيقية. المتحف ده بيوريك تطور الطب، بس طبعا المنظر مش كل الناس بتستحمله. متحف الفضلات في إيطاليا، الاسم غريب مش كده؟ استنى بس تعرف الفكرة منه ايه. المتحف ده بيشرح ازاي الفضلات ممكن تتحول لحاجة مفيدة في الزراعة والفن. متحف الدباديب في اليابان، تحفة، في آلاف الدباديب من كل العالم، بعضها نادر جدا، هتحس انك رجعت طفل تاني. متحف العلاقات العاطفية الفاشلة في كرواتيا، كل قطعة فيه بتحكي قصة حب انتهت، هدية، صورة، أو حتى كارت قديم، كلها حاجات مليانة مشاعر. متحف النودلز في اليابان، فيه تقدر تتعرف على تاريخ النودلز وتعمل نوعك الخاص بإيدك، مغامرة لذيذة حرفيا. متحف العظام في أمريكا، تخيل تشوف 300 هيكل عظمي من كل الأنواع، من الحوت للفار، المكان ده هتمشي منه مبهور جدا. متحف الكائنات الفضائية في نيو مكسيكو، ده متحف للأطباق الطايرة والمخلوقات الفضائية، كل المعروضات اللي فيه بتحكي قصة حادثة روزويل الشهيرة. وبكده نكون شفنا أغرب متاحف في العالم. قول لنا رأيك بقى في الكومنتات، أي متحف نفسك تزوره. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تساعدنا وتعمل لنا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلك كل جديد. السلام عليكم.